يقول أهل العلم: خاب وخسر من رجحت آحاده على عشراته. يعني الحسنة بعشر أمثالها والسيئة واحدة، ومع ذلك ترجح السيئات على الحسنات. هذا دليل الخيبة والحرمان والخسران. خاب وخسر من رجحت آحاده وزادت على عشراته. ففضل الله جل وعلا وكرمه وجوده يجعل الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل تقدير، وإلا فالله جل وعلا يضاعف إلى 700 ضعف، وفتح لنا أبواب وآفاق توصلنا إلى جناته ومرضاته، وضاعف لنا الأجور على أعمال يسيرة. يعني لو أن الإنسان يكثر من الاستغفار بحضور قلب لا مع الغفلة واللهو لكان له شأن غير شأنه الذي يعيشه. ولو كان يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل، وكل تسبيحة صدقة، وكل تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة شجرة في الجنة، والجنة قيعان وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل. يعني ما يكلف شيء. الإنسان إذا أراد أن يغرس نخلة يحتاج إلى أن يشتري الفسيلة ثم يغرسها ويتعب على نقلها وغرسها وسقيها وانتظار ثمرتها السنين، فضلا عن كونه يغرس نواة، انتظار طويل. لكن إذا قال سبحان الله غرست له هذه النخلة، الحمد لله غرست له نخلة، مش كلف شيء يا أخوان. هذا ما يكلف شيء. سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة ونصف تقال حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات بدقيقة تقال يا الأخوان. 10 كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. عتق رقبة، وهذه 10 رقاب بدقيقة تقال. حطت عنه خطاياه وإن كان من زبد البحر بدقيقة ونصف. وبهذا ترجح كفة الحسنات بشيء لا يكلفك شيء. ما أمرت بأخذ مسحات على كتفك وتذهب إلى البراري والقفار من أجل أن تغرس شجرة ليغرس لك بدلها شجرة في الجنة، وأنت في فراشك، وأنت في طريقك، وأنت جالس في مجلس يكثر فيه اللغط والكلام في أمور الدنيا، بإمكانك أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر يا أخوان هذا لا يكلف شيء، وبه ترجح كفة الحسنات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.